هاي انا ساره. اول ما تشوفوني انا بعمل فيديوز ازاي نطور من نفسنا وازاي نكون احسن نسخه ما احنا عليها. فيديو النهارده بقى هو ممكن تختار الحاجه اللي انت عايز تشقى فيها بجد، اللي انت هتتعب فيها. بصوا يا جماعه، يعني لو فهمناها بدري هنرتاح. انا دلوقتي كساره اخترت طريق مثلا في حاجه معينه في دراستي، فلما اخترتها اختار ان انا عارف ان انا هشقى في كل الحاجات اللي انا هدخلها، فهختار بقى حاجه هبقى انا عايزها وحاببها فهشقى فيها بحب. في حاجه تانية هتدخلها وخلاص فهتشقى فيها وانت مش عايزها، وهضيع فيها برضو تعب ووقت ومجهود وانت مش عايزها فمش هتحبها. ويمكن ده اللي احنا مش بنفهمه كتير. يعني من الاخر اختار المعارك اللي انت عايز تدخل فيها، من الاخر اختار الهدف اللي يناسبك اللي انت هتتعب فيه بس تتعب فيه وانت مبسوط. يعني كواحد دلوقتي داخل مثلا ثانويه عامه وداخل مثلا اختار ان هو يدخل علم علوم عشان يدخل طب، فهو اختار هو عايز ايه وهيتعب لايه وهيجاهد لايه، وعارف ان هو لما يدخل طب دي معركه كبيره قوي وهيتنزل فيها عن حاجات كتير قوي لمجرد ان هو يطلع مثلا دكتور. تمام. فهو لما عمل كده او لما حط في دماغه كده او لما كتب ان هو عايز كده واختار فعلا هكذا، فهو اختار المعركه اللي هيبقى فيها في وسط ناس كتير قوي بتحارب نفس الحاجه عشان يوصلوا اللي هم عايزينه اللي هو الطب، وانت كمان بتحارب عشان توصل للطب او الحاجه اللي انت عايزها جوه الطب دي ايا كانت ايه. بس انت اخترت وحطيت ايه الحاجه اللي تتعب فيها. حلو، دي كويس. طيب انا كساره مش عارفه انا هعمل ايه، ما مش عارفه انا هعمل ايه بقى، دي هتخليني ممكن اكون داخل معركه انا مش عايزها وهحارب فيها، وبس مش هحارب فيها بحب، بس هتاخد مني وقت وهتاخد مني مجهود وهتاخد مني تعب. فلما اجي بقى اختار الحاجه اللي هتاخد مني مجهود وهتاخد مني تعب دي ابقى انا عايزها، ابقى انا بحبها، او على اقل حاجه خالص هتدخلي دخل كويس او هتوديني لحته فيما بعد كويسه قدام. لكن لو هي مش بتخدمني ومش بتعمل كده بلاش نختارها، لان الفكره هتدخل في حاجات صعبه. في حاجات مش بايدينا، في حاجات هتبقى صعبه علينا ان احنا نختار فيها بقى، واقول اختاري معاركي واختاري الحاجات اللي هتناسبني وهتعب بحب ولا مش بحب. ففي حاجات كده، بس في حاجات تانية لا، هي بتتفرض انك تختار عليها بين دي وبين دي، مش بتبقى فرض، لا بتبقى اختار هنا او هنا. فانا بسيب الدنيا هي اللي تمشيني واختار اي حاجه وخلاص. ما اي حاجه بقى وخلاص دي مش بتوصلك نتيجه بتحبها او نتيجه عايزها، وده اللي انت محتاج برضو تفهمه، ان انت مش بتوصل نتيجه عايزها عشان انت اصلا ما اخترتهاش من الاول. تقول بس انا تعبت فيها كتير قوي، انت تعبت فيها قوي بس مش انت اللي مختارها، او مش انت اللي قلت فعلا انا عايزه ادخل الحته دي. انت سبت الدنيا توديك زي ما توديك، ولما وديتك في الحته دي انت هتتعب كده كده فيها وهتجاهد كده كده فيها، بس لما ما توصلش او توصل مش هتحس ان انت مبسوط، مش هتحس ان انت هو ده اللي كنت عايزه رغم ان انت تعبت فيها برضو. فاهم؟ فنحاول يا جماعه لما نحط نفسنا في الطريق ده انا هبقى راضيه ان انا هخش فيه، وهبقى متنازله على حاجات كتير قدام كده. وكده كده مفيش هدف بنختاره مش بنتنازل منه على حاجات. يعني انا دلوقتي اخترت ان انا دلوقتي هعمل فيديوز وهصور يوتيوب وهكذا، كل حاجه دي مش سهله. مش سهل ان انا اوفر صوت، مش سهل ان انا ادخل في معارك مع ناس تانية اكيد بتحاول توصل هي كمان وتوصل وتوصل وتوصل. كمان مش سهل خالص ان انا مثلا لو انا دلوقتي عندي ان انا اصور فيديو عشان ينزل مثلا في الميعاد اللي المفروض ينزل فيه، فمش هنزل من بيتي مثلا مع اصحابي، دي من ضمن الحاجات اللي انا هتنزل عليها. طيب عندي ايه تاني؟ انا في معركه دلوقتي ان انا المفروض اتعلم سوا وهتعلم هنا وهتعلم هنا وهدخل هنا ويبقى في فيديو ينزل هنا مع حاجات تانية في حياتي. فانا اخترت معركه، بس انا اخترتها عشان انا بحب اعمل كده. انا اخترت كده عشان انا حابب الفكره، او انا حابب ان انا اعمل كده، او انا عارف ان انا عندي حاجه اوصلها للناس ممكن تستفاد منها. بس عشان كده لما اخترت كده قلت ان انا هحارب، ولا انا هوصل وانا هوصل، وممكن ده يكون مجرد فيديو موجود عشان بعد كام سنه هتفرج عليه وانا محققه الحاجات اللي نفسي فيها وواصله فعلا للحته اللي عايزاها في اليوتيوب، وواصله لناس كويسه هتكون بتسمع وتستفاد اكتر بكثير ما دلوقتي، وهكذا. فده تارجت انا حطاه وهدف محطوط. طيب انا اخترته، فانا اخترت المعركه دي بنفسي. طب لو انا ما اخترتش المعركه دي بنفسي وعشت تمام ودخلت في حاجه انا مش عايزاها، الحاجه اللي مش عايزاها دي لازم برضو احارب فيها. اصل انت مش هتدخل في حاجه كده وتقول لي لا انا هبعد ورا. طب هتبعد ورا تروح فين؟ في اوقات كده بتبقى عارف اللي هو ايه، تمشي قدام، لما ابص ورا الباب مقفول مش هعرف اطلع، فلازم افضل قدام بقى. فده طبيعي هدوس وهتعب وهتقدم قدام واللي ورايا برضو هيبقى بيقفل. فاهمين؟ فهي زي محطات بالظبط. فاختار المحطه او اختار الهدف او اختار الحاجه اللي انا عايزه اكون فيها، بس بمعركه هتعب فيها قوي، هجاهد فيها كتير، هتاخد من طاقتي ومن وقتي ومن صحتي، بس تكون على حساب ان انا هنبسط بقى الحاجه دي او بالنتيجه دي لما اوصل لها. ومفيش حاجه يا جماعه بنختارها، مفيش هدف بنوصل له هو مش هياخد مننا بجد حاجه. يعني انا لما مثلا هختار حاجه اعرفي ان الحاجه دي هتيجي على حساب حاجات تانية.
لا الا بقى هتفضلي في كله زي بعض ومفيش اي حاجه مميزه فيها ولا في اي حاجه بتعمليها. يعني لو انا دلوقتي في شغل مثلا، الشغل بتاعي ده انا اخترت ان انا ابقى مثلا كذا، بشتغل في مكان معين، المكان المعين ده هيخليني اشتغل مثلا من 8 الصبح ل 8 بالليل. ده وقت كبير شويه شويتين، يعتبر اليوم كله مثلا في الشغل. طيب انا اخترت كده، طب ما انا احط حسابي ان انا اخترت الحاجه دي. ما نختارش وخلاص، ما نختارش مجرد اللي هو العشوائي، ما نختارش مجرد ان الناس عايزه تقول عليا ان انا دكتوره فما اخدش بالي من الحاجات اللي انا المفروض اتنزل عليها عشان ابقى دكتوره، واولهم وقتي واولهم علاقاتي اولهم الكليه اللي انا هقعد فيها اصلا 7 سنين وبعد كده بطلع اكمل لو هاخد بقى دكتوراه او حياتي دي حاجات طويله يعني. ما انا هختار الحاجه دي، هفكر بقى. فعشان خاطري ما تختارش حاجه وانت مش عارف انت هتوديك لفين، او كل حاجه مش عارفين هتودينا لفين، بس ابقى عارف حتى الطريق قدامي، او شخص جرب فعارف الحياه مثلا شويه وديته لفين. يعني لما انا اختار مثلا اقول ان انا دلوقتي ساره عايزه تسافر بره مصر، طب يا ساره لما اخترت ان انت عايزه تسافري مصر، هل حسبت ان انت هتنزلي عن اسرتك اللي مش هتشوفيها كل يوم، عن صحابك، مش هتقعدي مع الناس اللي بتحبيهم، مش هتبقي بعيده بجد، هتبقي في عزله، هل تستحملي الوحده من غيرهم، هل تستحملي تقعدي مثلا مع ناس تاني في الغربه دي مع اوضه تانية، هل انت مش هتكرهي انك مثلا تحبي تقعدي في الشارع، ولا انك تقعدي مع اوضه مثلا فيها كذا حد، هل ده هيناسبك؟ فقبل ما نختار حاجه نشوف الحاجه دي هتناسبني ولا لا، وهل لما تناسبني واختار المعركه اللي هدخل فيها دي، المعركه دي انا عايزاها ولا داخله في المعركه دي مجرد ان انا دخلت فيها كده. مفيش حاجه مفروضه علينا قد ما في حاجات كتير قوي احنا بنختار، بس احنا اللي بنسيب الاختيار هو اللي ياخدني. فلما الاختيار هو اللي بياخدني، او الناس اللي ارائها هي اللي بتتحط حواليا، فاقول خلاص تمام اهلي فرضوا عليا ان ادخل الحاجه دي، لا يا جماعه اعترضي حتى لو بحاجه صغيره في مستقبلك. ليه؟ عشان محدش بجد هيدخل مكانك حاجه، ولو انت فعلا مش ماشيه في الحاجه دي يعني هتتعبي لوحدك، محدش هيبقى شايفك وانت بتتعبي. زي مثلا لما طفل مثلا يعني ام لسه متجوزه ولا هاتي طفل واحنا معاكي ومش معاكي، ما هو في الاخر برضو مين اللي هيسهر بالطفل ده؟ انتي. فلو انت مش جاهزه انك تجيبي طفل ما تجيبوش عشان ما ترموش وبعد كده تقولي الولد تعبني مجنني. ما انت برضو لما تجيبي الطفل ده مش هتربيه انت ولا هتربيه؟ هتربيه، ما هو ابنك. فانت كده بقى دخلت الحاجه بحب او ما دخلتهاش بحب، انت كده هتحاولي وهتعملي فيها وهتبذلي فيها بجهد، بس انت لما توصلي او ما وصلتيش مش هتبقي مبسوطه. فالهدف من الفيديو هو ان انا اختار المعارك اللي انا فيها، الحاجات اللي هتناسبني واللي مش هتناسبني لما اختار الحاجه ديت، وما اختارش حاجه وانا عبيطه كده بختار لمجرد انا بختار ان انا ادخل طب عشان عايزه ادخل طب كده خلاص مش عارفه انا ايه اللي هيروح عليا، بختار ان انا عايزه هندسه وانا عايزه هندسه، بختار ان انا مثلا اشتغل في شركه 10 ساعات 12 ساعه لمجرد ان انا بس عايزه يقولوا ان انا بشتغل في الشركه دي. طب لما اشتغلت في الشركه دي شفتي اسرتك اللي مش هتشوفيها كل يوم، شفت مثلا ان انت تبقى مقصره في حياتك لو متجوزه، شفتي حاجات كتير بقى كتير قوي بقى نقعد نفكر فيها. فنركز في الحاجات قبل ما نختارها، ونختار الحاجات اللي بجد لما هتعب فيها هبقى مبسوطه ان انا بجاهد في حته معينه، بس عارف ان انا ممكن اوصل منها لنتيجه تبقى راضياني. واشوف الفيديو تعملوا لايك واشتراك في القناه. باي باي.